jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. في نهاية شهر ديسمبر وبداية السنة الجديدة واللي كيجيو في نفس الوقت مع العطل، عيد الكريسماس واحتفالات راس السنة وتبادل الهدايا، كيكون البيع والشراء محرك مزيان، خاصة البيع والشراء اونلاين. وملي كيتزاد البيع والشراء كيتزادوا المشاكل ديالو. هل اللي ما وصلتوش السلعة في الوقيته؟ وهل اللي ما وصلتوش السلعة نهائيا؟ هل اللي وصلتو شي حاجة ما شراهاش اصلا؟ وهل اللي وصلتو السلعة خاسرة او مهرسة؟ طريقة التعامل ديال البائعين في هذه الحالات هي اللي كتخلي الزبائن يعاودوا يرجعوا عندهم ويعطوهم تقييمات زوينة، او انهم يهضروا عليهم بطريقة خايبة ويتهموهم بالنصب. وفي هذه الحالات اغلب الباعة المحترمين والمحلات المحترمة كدير عمليات ريفاند او استرداد ديال المال في حالات كانوا الزبائن متضررين، بحال الا جاتهم السلعة مهرسة مثلا. ولكن هذه العملية عندها واحد القواعد خاص يتم احترامهم، بحال ان الزبون يكون عنده دليل على ان السلعة مهرسة، وهذا الشيء اللي كيتم اثباته عبر صور او فيديوهات من طرف الزبون. في العديد من الحالات كيكون خصهم يرجعوا السلعة اللي شراو من البائع، الا في حالات خاصة واللي هي ملي كتكون السلعة من السيراميك، او الا كانت عبارة عن مادة عضوية بحال الماكلة او الخضر والفواكه. في هذه الحالات كيخص الزبون يصيفط غير صورة او فيديو باش يرجعوا ليه فلوسه، او يعاودوا يصيفطوا ليه السلعة ديالو، حتى غيبان واحد البلان في شكل على منصة ريد نوت. ريد نوت واللي هي بديل انستغرام في الصين، خرج واحد العدد ديال البائعين ديال الاي كوميرس في هذه المنصة بشكايات على ما سماوه بطلبات استرجاع الاموال مولدة بالذكاء الاصطناعي. كيفاش؟ كاينه واحد الحالة فين الزبون تشكى ان الفراش اللي شرا كان مشرك كامل، ولكن الصورة اللي صيفط التيكيته اللي كانت فيهم كانت فيها كتبة مخربقة ما فيها حتى جملة مفيدة. في واحد الحالة أخرى الزبون صيفط صورة الكاس اللي شرا واللي كان مشقق، ولكن كان كيبان بحال شي ورقة مشرقة ماشي سيراميك مشقق. البائع كتب في البوست ديالو هذا كاس ديال السيراميك ماشي ديال الورق، شكون اللي يقدر يشرق كاس ديال السيراميك بحال هكا؟ الباعة تشكاو ان واحد العدد ديال المنتوجات كيعانيو بزاف من هذه الظاهرة ديال صور منتوجات متضررة مولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي. واهم هذه المنتجات هي الخضروات والفواكه، مستحضرات التجميل، والمنتجات القابلة للكسر بحال السيراميك والزاج. في هذا النوع ديال المنتجات الباعة عادة ما كيطلبوش من الزبائن انهم يرجعوا المنتوجات، وهذا الشيء اللي كيخليهم عرضة لهذا النوع ديال عملية الاحتيال. في نوفمبر اللي فات مثلا كانت واحد السيدة كتبيع سرطانات البحر حية في منصة دوينغ، واللي هي النسخة الصينية ديال تيك توك. توسطت بصورة من طرف واحد الزبون اللي تقدى عندها مؤخرا، اللي كان كيبان فيها بلي سرطانات البحر وصلوا 200 وجوج منهم ما كانوش، والزبون قال بلي راه جاوه اصلا ناقصين. هاد الزبون صيفط فيديو من الفوق واللي فيه سرطانات البحر 200 ويد ديال بنادم كتمس فيهم، ولكن كانت شي حاجة ماشي هي هذيك. غاوجينغ البائعة قالت العائلة ديالنا ربات سرطانات البحر لأكثر من 30 سنة وعمرنا شفنا سرطان البحر ميت وجليه طالعين الفوق. من بعد خرجت بفيديو آخر فين قالت بلي أنا اللي بين الاحتيال أكثر هو جنس سرطانات البحر. في الفيديو الأول اللي صيفط الزبون كانوا فيه 2 ديال الذكور و4 ديال الإناث ديال سرطانات البحر، وفي الفيديو الثاني كانوا 3 ديال الذكور و3 ديال الإناث، وواحد فيهم كانوا عنده 9 ديال الرجلين بلاصة 8. قاو من بعد بلغات الشرطة واللي حددوا أن الفيديوهات ماشي أصليين ويعتقلوا الزبون. هذه القضية ديال قاو حلت باب النقاش في منصة التواصل الصينية، حيث هذه أول مرة كتبان فيها طريقة احتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي وبهذه الكمية. هذا الشيء دفع الناس للمطالبة بقوانين تنظيمية ضد هذه الأعمال. هذا المشكل ما كاينش غير في الصين. واحد الشركة في نيويورك خاصة بضبط واكتشاف عملية الاحتيال دارت تقرير
بينت فيه أن هذا النوع ديال عمليات الاحتيال ارتفع بنسبة 15% من بداية العام وما زال غادي في الارتفاع. وهذا النوع ديال الاحتيال بدا من 2024، غير دابا غادي وكيكتر، حيث أدوات الذكاء الاصطناعي ولات متاحة للجميع بأثمنة رخيصة وحتى فابور في بعض الحالات. بعض الباعة حتى هما ولاو خدامين بالذكاء الاصطناعي باش يكتشفوا الصور اللي تم توليدها بذكاء اصطناعي آخر باش يتجنبوا هذا النوع ديال عمليات الاحتيال. ولكن الدقة ديال تحديد الصور المفبركة مازال ما وصلتش للمستوى المطلوب باش تردع هذا النوع ديال العمليات. واش في نظركم هذا النوع ديال العمليات يقدر يدخل الاي كوميرس ديال المغرب ولا مازال؟ شكرا لكم بزاف على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوه مع أصحابكم وتتابعوا القناة باش توصلكم كل الفيديوهات. في الفيديو الجاي غادي نهضروا على موضوع جديد، ولكن قبل هذا الشيء ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات واللي قبل منه، اكتبوا لي في التعليقات شنو الموضوع اللي كتمنوا نهضروا عليه المرة الجاية. كان معكم مستر تشيب، بيس اوت.